اهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع دكتور يوسف. كتير من الاهالي بيتفاجئوا ان جلد طفلهم ظهر فجاه عليه بقع حمراء او طفح جلدي. هل ده طبيعي؟ هل دي حساسيه ولا ممكن يكون حاجه خطيره؟ في الحلقه دي هنعرف الفرق بين الانواع المختلفه من الطفح الجلدي، وازاي تفرق بين اللي يطمن وبين اللي محتاج تدخل طبي. تابعوا معايا للاخر عشان تعرفوا تتصرفوا صح وتحافظوا على صحه اطفالكم. مبدئيا كده ايه هو الطفح الجلدي؟ الطفح الجلدي هو اي تغير في شكل او لون او ملمس الجلد، وده ممكن يظهر على هيئة بقع حمراء او حبوب صغيرة او اللي بنسميها بثور. ممكن يظهر على هيئة قشور او حتى تغير عام في لون الجلد. ممكن ده يكون مصحوب بحكة او اللي هي الهرش، او ممكن يكون مصحوب بحرارة اللي هي السخونية، او ممكن ما يكونش معاه اي اعراض تانية خالص. في حالات كتير من الطفح الجلدي بتكون شائعة وآمنة عند الأطفال. أولهم وأشهرهم وهو الطفح الحراري أو الهيت راش، وده بيظهر في الأغلب في فصل الصيف أو مع السخونية، وده بيكون على شكل حبوب صغيرة حمراء على الرقبة تحت الإبطين أو على الظهر. في الأغلب بيبقى سببه هو انسداد الغدد العرقية، وعلشان كده التصرف الصحيح معاه هو التهوية الكويسة. نلبس الطفل ملابس قطن، ممكن نستخدم مرطبات جلد خفيفة، وإن شاء الله مفيش داعي للقلق. تاني نوع وهو طفح الحفاض أو الدايبر راش، وده طبعا واضح من اسمه إن بيكون طفح جلدي في منطقة الحفاض، في الأغلب بسبب البلل أو الاحتكاك. والتصرف الصحيح معاه طبعا هو تغيير الحفاضة باستمرار واستخدام كريمات الحماية أو اللي بنسميها البارير كريمز. تالت نوع من انواع الطفح الجلدي اللي مش خطيره وهو الاكزيما، وفي الاغلب بيكون عباره عن بقع جافه، بقع حمراء بتسبب حكه، في بعض الاحيان بتكون شديده، وفي الاغلب بتكون مزمنه، يعني موجوده لفترات طويله، ما هياش حاجه ظهرت بشكل مفاجئ، ودي بتكون نتيجه عوامل وراثيه او نتيجه حساسيه. التصرف الصحيح معاها هو ترطيب الجلد بانتظام، وبانتظام دي كلمه سحريه في علاج الاكزيما، لازم يكون الترطيب بانتظام. تجنب العوامل اللي ممكن تثير هذه الإكزيما زي بعض أنواع الصابون أو بعض أنواع سوائل الاستحمام، وممكن نحتاج بعض الكريمات الموضعية، ولكن دي بتبقى بناء على استشارة الطبيب. آخر نوع معانا النهاردة إن شاء الله في الأنواع اللي تطمن من الطفح الجلدي وهو الطفح الفيروسي اللي احنا بنسميه الفيرال إكزانثوم، وده بيظهر مع أو بعد دور البرد أو دور الحرارة، وبيختفي لوحده بعد كام يوم. وده التصرف السليم معاه هو راحة للطفل، متابعة للحرارة، ومفيش علاج خاص غير علاج الأعراض. نيجي بقى لإمتى نقلق أو إيه هي علامات الخطر. لو شفت أي حاجة من العلامات اللي جاية دي مع الطفح الجلدي لازم تروح لطبيب الأطفال فورا. الطفح الجلدي معاه حرارة عالية ومش بتنزل، الطفح بيظهر بسرعة وبينتشر بشكل عنيف، الطفح لونه بنفسجي أو فيه بقع كده زي الكدمات مش بتختفي لما تضغط عليها بصوابعك، لو الطفح الجلدي معاه تورم في الوجه أو في الشفايف، أو لو معاه خمول شديد أو صعوبة في التنفس. ولو طفلك عنده إكزيما وانت عارف ان عنده إكزيما ولكن بقى بيهرش بشكل شديد لدرجة انه يجرح نفسه، او ان الإكزيما بتاعته ابتدى يظهر فيها قشور صفراء او تجمعات صديد، لازم يشوف الطبيب فورا. عموما بقى نختم بنصايح عامة للتعامل مع الطفح الجلدي زي ما بنعمل في كل حلقة من حلقاتنا. لو سمحت ما تستخدمش اي كريمات كورتيزون او كريمات مضاد حيوي بدون استشارة الطبيب. نحافظ على ترطيب الجلد باستخدام كريم مناسب للأطفال، مش اي حاجة موجودة عندنا في البيت وخلاص. نغسل المنطقة المصابة بمية فترة وصابون لطيف، ونطبطب عليها بالفوطة، ما نمسحهاش. لو الطفح الجلدي مش بيختفي في فترة من خلال 3 ل5 أيام أو بيزيد، أو لو ظهر عليه أي حاجة من الأعراض اللي قلنا عليها دي، استشير الطبيب فورا. لو الطفل عنده إكزيما أو حساسية مزمنة نحاول نتعلم إيه اللي ممكن يكون مواد مهيجة لهذه الحساسية ونحاول نتجنبها. الطفح الجلدي عند الأطفال مش دايما حاجة تقلق، ولكن مهم إن احنا نتعلم إزاي نفرق بين العادي وبين الخطير.
ودايما زي ما احنا متعودين لو عندك شك استشير الطبيب. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم على خير.